ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى نسمي الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف مع بعض الروتين الجميل جدا اللي متغرق ميه النهارده ده. عاوزه اقول لكم بقى ان الروتين النهارده كده من اوله لاخره ميه. هنبدا بقى بالحنفيه المكسوره دي اللي غرقتني ميه، وننتهي كده بغسيل السجاد. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا بنات، انا اشتريت ب 20 جنيه ليمون، كل دول ب 20 جنيه، يعني الكيلو ب 5 جنيه. بصراحه انا لقيت سعره حلو. هو في منه الكبير وفي منه الصغير، يعني شايل بعضه كده، بس لقيته ب 20 جنيه يعني ال4 كيلو، يعني الكيلو وقف ب 5 جنيه. فقلت يلا مش لازم يعني كله هيشيل بعضه، وفي الكبير وفي الصغير في الوسط كده كده. اصلا المخلل يعني مش انا عن نفسي مش بحب ان انا اخلل الليمون الكبير، عاوزاه زنطوط كده الواحد ياكل الليمونه خلاص يخلص. لكن الليمونه الكبيره دي ممكن مثلا الواحد ياخد منها قطمه 2 ما يقدرش يكملها، ترجع تاني البرطمان. لا انا في الوقت ده برميها. عشان كده بقى بقول ان الليمون الصغير المخلل ده كويس، الواحد ياكل الليمونه خلاص، حب ياخد تاني ماشي، ما حبش خلاص. يعني لو ليمونه كبيره ما فضلش منها ان هو يترمى عليا او يبوظ عليا. انا كده كده اصلا يعني مش هحشيه، فمش هيفرق معايا كانت الليمونه كبيره او صغيره، المهم ان هو ليمون يتاكل وخلاص. المهم بقى انا بغسل الليمون في الوقت ده بدل المره 2 و3 و4. انا بصراحه موسوسه في حته النظافه يا جماعه، خصوصا لو حاجه تخص الاكل لازم اغسلها بدل المره 2، واطمن كده ان هي نضفت كده والميه كانت رايقه، بعد كده احس براحه نفسيه. يعني انا مش هكتفي كمان بالغسيل اللي غسلته، لا ده انا هنقعه شويه كمان في ميه عشان لو في اي عفار او اي حاجه لازقه عليه. بعد كده هديله شطفه سريعه كده وهحط عليه الميه، وبعد كده ابدا بقى ان انا اولع عليه البوتاجاز. هسيب الليمون يتسلق، وطول فتره السلق دي مش هقعد كده فاضيه، لا ده انا هجيب السجاد بقى. عندي السجادتين اللي بيبقوا في مدخل البيت دول على طول دايما بتكون الوسخه باينه فيهم، قلت لا انا همسكهم بقى كده على ما الليمون يتسلق براحته. اقعد بقى كده اديلهم غسله حلوه كده، واجيب الخرطوم بتاعي ونبدا ان احنا نرش عليهم الميه ونغرقهم بالميه. زي ما قلت لك بقى ان السجادتين دولت دايما في دخله البيت، فاقل وسخه اقل حاجه بتبان فيهم، وهم اكتر بصراحه. قطعتين عندي من السجاد بيتوسخوا بسرعه، يعني ممكن اغسلهم مرتين 3 كده على السجاد التاني، على ما اروح اغسل السجاد التاني يعني اكون انا غسلت دولت بدل المره 2. عشان كده بقى قلت يلا اديلهم شطفه حلوه كده على ما الليمون يتسلق براحته، وبعد كده نبقى نرجع للليمون بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا طبعا الفرشه بتاعت السجاد يعني مش راضيه تمشي كده وماسكه في السجاد، ما مشاتش كده وماشيه حالها وتصلح حالها غير بعد ما لفيت عليهم الكيستين النايلون دول. الكيس ده بيزحلقها كده بيخليها تمشي معاكي بسهوله، وفي نفس الوقت برده بتنظف السجاد. العيال بقى اول ما بتشوف الميه دي بتتجنن، كل بقى بيبقى عايز يساعد وعايز يلعب في الميه والرغاوي، بس انا طبعا يعني قادره ان انا اتحكم كده في تصرفاتهم واقعدهم على جنب، عشان طبعا الرغاوي في الوقت ده لو مثلا العيل داس على الرغاوي وراح على السيراميك هيتزحلق على طول، ممكن لا قدر الله يتكسر او يجرى له حاجه. فانا قلت لا اقعدوا في جنبي يا بنات عشان خاطر ان انتوا ايه ما تتزحلقوش او تتعبوا او يجرى لكم حاجه من الرغاوي دي. المهم بقى الفرشه بتاعتي كده مساعداني يا بنات، عاوزه اقول لكم ان هي مريحه جدا. اي حد بقى ظهره تعب ومش عارفه ايه ما تمسكيش بقى الفرشه التانية اللي هي بتبقى بتغسلي بيها وانت قاعده دي، لا الفرشه دي جميله جدا بتريح الظهر، بتغسلي وانت واقفه خالص وبكل سهوله. والاكياس النايلون ديت مساعداكي ان الفرشه بتجري كده على السجاد. بصوا بقى يا بنات اللي ساعدني برده بفضل الله بعد الفرشه دي هو الشامبو اللي انا بعمله للسجاد. بصراحه يعني باقل دعكه كده بالشامبو ده بيخلي السجاد يرجع يبرق تاني وكانه جديد. لو انت لسه ما اتفرجتيش على الشامبو اللي انا عملته للسجاد هسيب لك لينك الفيديو في صندوق الوصف، ارجعي للفيديو ده واتفرجي عليها تستفادي جدا. عاوزه اقول لك بقى ان حتى الخطوط البيضاء دي في السجاد يعني الوصفه بتاعتي مزهزهه الالوان، وكمان الخطوط البيضاء او الالوان البيضاء بتنضفها جدا، وكانك حاطه الحاجات اللي هي المبيضات دي، مع ان احنا ما استعملناش اي حاجه من المبيضات دي عليه. زي ما انت شايفه كده الميه اللي خارجه من السجاده كلها متوسخه. عاوزه اقول لك برده ان انا ما عملتش مجهود كبير خالص على السجاده دي، اقل مجهود بينضفها جدا. زي ما احنا شايفين السجاده قبل وبعد لما بال كمان دي لسه اول شطف، لسه كمان لما تتشطف تاني وكمان تنشف هتتفرجوا على حلاوتها. كمان السجاده اللي تحتها نفس القصه، ما عليها اي مجهود كبير، هو شطفه بسيطه كده او دعكه بسيطه كده بالشامبو اللي قلت لك عليه، وكمان بالفرشه ونضفت. بصوا بقى يا بنات المساحه دي زي ما قلت لكم انا شايله منها الجلده بتاعتها عشان خاطر تبقى كويسه معايا كده وتجري معايا على السجاد، تساعدني بجد ان انا اشطف السجاد بكل سهوله. اول ما الخرطوم كده يملى السجاده بالميه ببدا ان انا ازيل الميه دي بالمساحه، باخدها كده ناحيه التويليت، وعندي بنوته الحلوه الجميله واقفه في الناحيه الثانيه بالمساحه الثانيه برده بتاخد الميه تدخلها كده جوه التويليت. بصوا بقى انا عندي شطف السجاده ده اهم عندي من غسلها او من دعكه، لانه طبعا انا هستفاد ايه لو انا دعكت السجاده كويس جدا وخرجت كل الوسخه اللي فيها وسبتها كده ما شطفتهاش كويس وما خرجتهاش بالميه النظيفه ولا كاني غسلتها. لكن الشطف ده حتى لو انت ما دعكتهاش كويس فالشطف ده بيفور كده اي بقع فيها، اي مثلا شويه عصير نقطه شاي حاجه
حاجه اتكبت عليها ده بيخرجها. اهم حاجه عندي شطف السجاده، انا بشطف السجاده بدل المره 3 وممكن كمان 4 و5 كمان لو لزم الامر، لو حسيت ان السجاده مش نظيفه. انا كمان مش هكتفي بكل اللي انا بعمله ده انا كمان هوقفها لسه وهشطفها شطفه حلوه كده بالخرطوم. بصراحه الفضل لله ثم الكل اللي قلت لكم عليه، وكمان الخرطوم ده يعني وفر عليا ان انا اقعد احول ميه كده والبنات يحولوا ميه. المره اللي فاتت لما انا كنت بغسل السجاد انا كنت بغسله بحول ميه من غير ما اجيب الخرطوم، وبصراحه اتبهدلنا انا والبنات يعني من كتر تحويل الميه طبعا، والميه تقع على السيراميك وكده، فلا الخرطوم بصراحه بينجز معايا. بس انا عاوزه اقول لكم ان انا مش بوقف نفسي على حاجه، في خرطوم مفيش خرطوم انا كده كده هغسل السجاد. بصوا بقى زي ما قلت لكم انا ما اكتفيتش بكل الشطف اللي انا شطفته على السجاده او على الشريط وهو مفروش على الارض، همسكه كده بالخرطوم وهبدا ان انا اشطفه شطفه حلوه كده. الشطفه الاخيره دي بقى ميزتها ان هي كده بتنزل اي ميه مش نظيفه، وخصوصا كمان من ظهر السجاد، لان طبعا احنا غسلنا السجاد وشطفناه من وشه انما من ظهره لا. عشان كده انا بهتم كده ان انا اغسل السجاد كمان واشطفه من جواه ومن كل النواحي كده وانضفه كويس. هدي الشريط ده شطفه حلوه كده ما بين الطبقات بتاعه السجاد وبعضها، وبعد كده هسيبه يصفي ميته في مكان نظيف، وبعد كده نروح نشوف الليمون بتاعه. في الوقت ده بقى كان الليمون متولع عليه بقاله اكتر من نص ساعه، يعني اخد شويه كده حلوين في السوا. انا بصراحه مش عاوزاه يكون نص سليق، لا انا عايزاها سلقه كامله عشان يومين 3 4 كده بالكتير ابدا ان انا افتح عليه واكل. خلاص بقى في الوقت ده كان الليمون استوى، تضغطي عليها كده تلاقيها طرت معاكي كده، هبدا ان انا اطفي عليها وبعد كده اروح بقى للسجاده الكبيره الحلوه اللي باشت كده وكل الوسخه اللي فيها اتفورت. طبعا لما احنا غسلت فوقها السجاده الثانيه نزل عليها الميه بالشامبو بتاع السجاد اللي احنا عملناه، فبالنسبه لي اي وسخه فيها اتفورت. شويه عصير بقى، بقعه مكرونه او صلصه مكرونه، حاجات من دي كل ده طبعا باش معايا، فبالنسبه لي غسلها بقى سهل جدا. وطبعا زي ما اتفقنا الفرشه دي بتسهل معايا كمان ان انا ادعكها كده دعكه حلوه. الشامبو بقى بصراحه يا بنات عامل عمايله، بيخلي ريحه السجاده جميله، وبخلاف كده كمان اي بقعه اي حاجه بيفورها فورا من غير اي مجهود، شطفه بسيطه كده مع دعكه بسيطه بالفرشه وانسي بقى اي بقعه في السجاده. بصراحه السجاده هتشوفها دلوقتي بعد ما اتغسلت واتشطفت بدل المره 2 رجعت جديده تاني. بصوا بقى يا بنات، انتري او ركنه او اوضه نظيفه معناها سجاده نظيفه. ما انا مش هبقى ماسكه مثلا الاوض منظفاها كويس جدا ومرتبه الدواليب ومرتبه كل حاجه وتبص في الارضيه تلاقي السجاده فيها بقعه او مش نظيفه، معنى كده ان الاوضه كلها مش نظيفه. او مثلا انتري او دخلة الشقه مثلا السجاده بتاعتها فيها بقعه كده، فبالنسبه لي ده معنى كده ان انا البيت كله مش نظيف، او المكان اللي فيه السجاده اللي فيها بقعه دي مش نظيف. عشان كده بقى انا بهتم بنظافه السجاد بتاعي، ودايما تلاقيني كده كل اسبوعين 3 ماسكه سجاده اللي باين عليها بقعه كده او 2 او باين عليها ان هي متلحوسه كده امسكها اغسلها. انا من النوع اللي بحب دايما سجادي وستايري تكون نظيفه، لان طبعا ده عنوان نظافه المكان. هتقولي لي ودي المغسله مش عارفه ايه، لا بصوا يا بنات انا بالنسبه لي موضوع المغسله ده حوار كبير كده. لا انا زي ما قلت لكم قبل كده المغسله اللي جنبي بالظبط يعني بودي فيها سجاد ناشف برجعه مبلول، ما عندهمش امكانيه ان هم ينشفوا السجاد عندهم. عشان كده بقول انا لا اعمل خلطه كويسه كده اللي انا بعملها للسجاد ده وانضفه في البيت. والله يا بنات انا عايزه اقول لك ان انا بنضفه اكتر من المغسله كمان. انا اصلا جالي عقده كده من المغسله دي لان انا كنت موديه لهم السجاده دي قبل كده، رجعت لي من ظهرها كده فيها بقعه سودا كده، مش عارفه ده شحم زيت مش عارفه ده ايه، المهم ان هو حاجه كده نقطه سودا مش راضيه تنضف خالص من ظهرها. فحمدت ربنا بقى ان هي كانت من ظهرها ما كانتش من الوش، وقلت بقى توبه ان انا اودي المغسله دي تاني. المغسله التانيه بقى اللي بعيد عني شويه بتاخد دور بقى وبتغيبي شويه على ما بيرجع لك السجاد وكده. فانا قلت ليه على وجع القلب ده كله انا هغسل السجاده بتاعت النهارده هنشفها بكره، يعني مش مستعلقه. دي يا بنات البقعه اللي بقول لكم عليها، في بقعه كمان اكبر منها شويه بس ما جاتش في التصوير. المهم بقى انا لميت السجاده بتاعتي واخدتها كده عند الحمام عشان اشطفها تاني، وعاوزه اقول لك ان انا موقفاها على المساحه دي بمثابه قاعده كده عشان الميه اللي فيها التسخات اللي بتنزل منها ما تلزقش فيها، وفي نفس الوقت برضو يعني مسهله عليا ان انا اوقفها والسجاده تفضل واقفه كده مستقيمه من غير ما تنتني من الميه. هشطفها بقى من كل النواحي وكمان هشطفها من قلبها من جوه. عاوزه اقول لك بقى ان انا المره اللي فاتت لما كنت بغسل السجاده الزيتي بتاعت الانتريه ما كانش معايا الخرطوم، كنت بجيب الشفشق كده واقف على الكرسي واجيب ميه وادلق عليها من فوق كده زي ما احنا شايفين من المكان ده. فضلت اشطف فيها كده كذا مره وادلق عليها الميه كتير جدا. بصراحه الخرطوم وفر عليا المره دي الخطوه ديت، وانا واقفه كده على الارض من غير ما احتاج ان انا اقف على كرسي. جبت الخرطوم كده وبدات ان انا اشطفها من قلبها. بصي عاوزه اقول لك ان انا زي ما قلت لك ما بوقفش نفسي على حاجه، في خرطوم ما فيش خرطوم انا بتصرف في الشغلانه ديت. اي شغلانه تانية في البيت بحاول ان انا اتصرف، يعني ما بحبش ان انا اوقف
نفسي على حاجه. المهم بقى هسيب كده السجاده على جنب كده تنشف الميه اللي فيها، وبعد كده هنروح بقى نمسح السيراميك ونديله مسحه حلوه كده، ونتخلص من كل الصابون السائل بقى والحاجات اللي اتزحلق كده اللي موجوده على السيراميك. اهم حاجه في الوقت ده ان انا اتخلص من اي حاجه تسبب زحلقه كده او العيال يتزحلقوا او يقعوا فيها. عشان كده بقى انا بكتر الميه في الوقت ده عشان نتخلص من اي صابون موجود على الارضيه. بصوا بقى في الوقت ده زي ما قلت لك احنا كنا اصلا طفينا على الليمون وسيبناه يبرد براحته بقى. فانا قلت بقى خلاص بقى اخر خطوه اللي هي موجوده في المسح، همسح بقى السيراميك وبعد كده نبدا نكمل باقي خطوات الليمون. انا مش هحشيه زي ما قلت لك، انا عاوزاه ليمون يعني عاوزه اكمره كده، عاوزه ان انا اكل منه سريع سريع كده، يعني مش عاوزه اغيبه في الخلطه بتاعته كتير او في الميه بتاعته كتير. عندي بقى ملح وعصفر وحبه البركه وهريسه شطه، دولت ب 20 جنيه عصفر، لا كانوا ب 15 يا بنات، ب 15 مش ب 20. هحط عليهم حبتين معلقتين حبه البركه، اعذروني مش مركزه. المهم بقى زي ما قلت لكم معلقتين حبه البركه ومعلقتين هريسه شطه، وهريسه الشطه دي حاميه جدا يا بنات. هضيف بقى نص معلقه ملح، مش هكتر بقى ملح ليه؟ لان اصلا عندي هريسه الشطه عليها ملحه، فانا مش هكتر الملح بتاعها. اما بقى يا سلام لو كان عندي بقى يا بنات في الوقت ده حبتين جزر كده، بس للاسف ما كانش عندي. لو كان عندي جزر بقى كنت بشرت كمان جزر على الخلطه الجميله دي. هضيف على الخلطه دي كمان معلقتين زيت، وابدا كده بقى اعبي الليمون بتاعي في البرطمان. الليمون ده مش هحشيه، انا هعمل فيه ايه بقى؟ هكمره زي ما احنا شايفين كده، هعبيه وبعد كده اجيب الكبشه او اي حاجه ابدا ان انا اضغط عليها. بس في الاول كده احط معلقتين من الخلطه اللي احنا عملناها ديت، وبعد كده اجيب الكبشه كده واضغط على الليمون بحيث ان انا اخرج الماده اللزجه او العصاره اللي جواه. انا هخلي الليمون فيها بقى. هنشوف كده زي ما احنا شايفين نفس الطريقه هعملها. هعبي شويه كل طبقه كده من الليمون، هحط عليهم كده معلقتين من الحشوه الجميله اللي احنا عملناها ديت، حبه البركه بالعصفر بالليمون، قصدي بالملح تاني بهريسه الشطه. وبعد كده بقى ابدا ان انا اضغط كل طبقه زي ما احنا شفنا وهكذا لحد ما هملى البرطمان كله. انا ليه بقى ما فتحتش كده الليمون وحشيته؟ اولا الليمون بتاعي صغير مش مستاهل كده ان انا احشيه او اقطعه. تاني حاجه بقى ان انا كده كده اصلا بضغط عليه، فبالنسبه لي بقى كل الخلطه اللي انا عاملاها دي بتوصل للليمون كله، فكأن انا حشيته بالظبط. المهم بقى يا بنات جيت في نص البرطمان كده وضفت كمان معلقتين 3 كده من الزيت، وبعد كده بقى هكمل باقي البرطمان كله. هعبي كل كميه الليمون. البرطمان ده حجمه كويس جدا، اخد معايا 4 كيلو. انا كمان عشان بضغط الليمون فانا ضغطته، يعني ضغطت مساحه كبيره، فبالنسبه لي بقى ايه المساحه قضت او البرطمان قضى 4 كيلو. يعني انا كنت خايفه اكتر البرطمان اجيب برطمان اكبر، لا البرطمان ده مش هيكفي، احتاج مع واحد تاني. المهم ان هو الحمد لله قضى. هجيب بقى قرنين شطه كده حاميين كمان عشان يعني ايه يخلوا الدنيا سبايسي اكتر، وبعد كده هضيفهم وهكمل باقي الخلطه اللي موجوده عندي. في الوقت ده كان باقي طبقه تقريبا، فاضل طبقه كمان او طبقتين من الليمون، هضيفهم كمان. وبعد كده هضيف اخر حبه كده كانوا باقيين من نازلين كده من الليمون في الطبق، وبعد كده هضيف الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها. في الاخر خالص بقى اتفضل معايا كده زي 3-4 معالق كده موجودين من الخلطه في الطبق، هزودهم ميه وهجيبهم هزود بيهم كمان البرطمان. انا عاوزه البرطمان بتاعي يكون متغطي كله بالميه، مش عاوزه فيه مسافه خالص او اي ليمونه مش طايلها من الميه، بحيث ان ده ممكن تعمل طبقه عفن كده. عشان كده لازم زي ما احنا شفنا كده الميه تكون مغطيه البرطمان كله. هزود كمان شويه زيت على وش البرطمان، وكمان همسحه كده من الحروف عشان اي حاجه لو وقعت مني او كده. وبعد كده هجيب كيس وهغطي البرطمان بيه تحت الغطا. هسيب البرطمان ده 3-4 ايام بالكتير خالص، وهتاكلي منه اجمل ليمون ممكن تاكليه، وكمان ليمون سريع مش هتغيبي عليه، يعني سرعه في الاداء وجمال كمان في الطعم. بصوا بقى في الوقت ده كان السجاد نشف كل الميه اللي موجوده جواه او صفاها. بدات بقى ان انا زي ما احنا شايفين كده على سور البلكونه هنشره. ده الشريط الصغير ودي السجاده الكبيره، هسيبهم بقى كده ينشفوا براحتهم لتاني يوم. قبل كمان ما هشيلهم افرشهم هعطرهم الاول وبعد كده نبدا هنفرشهم مع بعض ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وخلاص بقى يا حلوين لحد هنا انا كنت وصلت لاخر الفيديو. مستنيه كومنتاتكم الحلوه اللي بتديني طاقه ايجابيه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.